السلام عليكم. اليوم راح ندير وصفة تاع كاطو بالبنان بالموز، اللي هي سهلة وسريعة وخفيفة وتجي هشيشة وسورتو تدوب في الفم. هنايا لهاد الوصفة يليق لي زوج حبات بيض، 125 غرام تاع زبدة اللي نكونو ديجا مخرجينها في الفريغو ما تكونش دايبة، زوج مغارف مايزينا، كاس تاع سكر اللي هو 120 غرام تاع سكر مش معمرته هنا بزاف، وهنايا وحده تاع ياغور، هنايا درت لافاني، وحده خماره تاع الحلوى، وحده ليفور، وساشي تاع لافاني، زوج حبات بنان ولا حبه، والفرينه باش نلموها. هنا غادي نبدا ندرب البيض هو الاول. ندرب البيض مليح. من بعد نبقى نزيد المقادير الاخرين، غادي نزيد 120 غرام تاع سكر، من بعد غادي نزيد الزبده تاعي. هنا صرت هاد الوصفه الزبده اللي قد تكون كيما هكذا، ما تكونش ما ندوبوهاش هنا باش تجينا الكاطو تاعنا يجينا هشيش وخفيف، ويجينا شغل يتفتت. هنا ما يقش نديوها دايبه، نكونوا مخرجينها من الفريغو ما ندوبوهاش. نخلطها بيان. هنا شغل غادي دير لنا هكا كيما الكويات، نسي كاع نفتت هذيك الزبده تاعي، غادي غير تتفتت ما تذوبش. من بعد غادي نزيد لافاني، ونزيد الياغور. هنا الياغور ما يهمش الوزن ولا الجود تاعه. هنا الوزن 120 ولا 115 ولا 100 غرام، ليسونسيال ان بو تاع ياغور نيمبورط كيل جو. انا هنا كما قلت لكم استعملت جو فاني. نكمل الخلاط تاعي. من بعد غادي نزيد صباح الخير ناشفين. هنايا زوج مغارف تاع مايزينا غادي نغربلهم، ونزيد ساشي تاع لا ليفور، ونزيد الفرينه حتى 3 مليل عجينه كيما المسكوتشه، ما تجي ثقيله ما تجي خفيفه. ندير زوج مغارف ولا 3 تاع فرينه، ونبقى نغربل فيها ونكمل الخلاط تاعي. نبقى نخلط حتى لي 3 مليل العجينه. وهنا من بعد لي لميت العجينه تاعي، انا كتبت المول تاعي هذا 18 سنتيمتر. هنا نقدروا نديرو في المول حتى تاع 20 سنتيمتر. هنايا اللي راني درت بابي كويسون، راني دهنت لو تور تاعه بالزيت. هنا غادي ندير لاباط تاعي. وهنا بالنسبه للبنان، هنا نقدروا نخلطوا البنان نقطعوه ونخلطوه مع العجينه،
مي انا ما بغيتهش ما بغيتش نخلطها باسكو اون فين كونت هو غادي يهود البنان، غادي يهود داخل في العجينه يهود. انايا بغيت هكا نستفاه باش كاع لي مورسو ابخي من نقطعها طيب نقطعها باش كاع لي مورسو يجيني فيهم البنان، باسكو كون خلطه قادر ما يجينيش في كاع في كاع الكاطو تاعي. وهنا غادي نديرها في الفوغ على 150 درجه. وهنايا من بعد اللي طابت خليتها طابت على هواها. هاي كيفاش تجي خفيفه. انا هنا فوقها شيتها بسكر غلاس. وهنايا شوفوا كي غادي يبان البنان من تحت غتجينا اون بتيت كوش هكاك شغل اون كريم. وهذا هو الكاطو تاعي كيفاش جا. نتمنى لا غوسيت تاع اليوم هي عجبتكم. نتلاقاو في دي غوسيت واحد الاخرين ان شاء الله.